ويجلس ملك الموت عند رأسك. شكون؟ ملك الموت؟ نعم، هذا ملك الموت. ولكن أنا كنت خايفة منه. ملك الموت كيبتسم ليا؟ الملائكة كتبتسم؟ نعم. واش صافي جيتي تاخد روحي؟ صافي العمر ديالي تقاضى؟ ملك الموت كيبشرني. ما كنتش كنظن بأن الموت ديالي غتكون هكا. ملك الموت كيضحك ولابس البيض وكيقول: يا أيتها الروح الطيبة. أنا روحي طيبة؟ والله كنت مؤمن وكنت كنحب الله. يا أيتها الروح الطيبة. ما عمرني ظلمت شي واحد، وحتى يلا ظلمت كنت كنمشي نعتذر وكنطلب السماحة. يا أيتها الروح الطيبة. الحمد لله ما عمرني كليت لا الربا ولا الحرام. يا أيتها الروح الطيبة. الحمد لله كنت كنصلي وكنت كنحافظ على الصلاة في وقتها. يا أيتها الروح الطيبة. كنت متبع الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت كنصدق وزكيت وحجيت، اللهم لك الحمد. يا أيتها الروح الطيبة. نهيت عن المنكر وأمرت بالمعروف، وصلت الرحم وصالحت بين الناس. يا أيتها الروح الطيبة. اخرجي إلى رضا من الله ورضوان. الله أكبر. ربي راضي عليا؟ نعم. اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. كتخرج الروح وهي فرحة مسرورة بكل سهولة بلا تعب ولا صعوبة. يأخذها الملائكة من يد ملك الموت كي وضعوها في كفل الجنة وكي طيبوها بحنوط الجنة، والأهل ديالو في الأرض باقي ما غسلوهش وباقي ما كفنوش. يصعد الملائكة بروحه، وكل ملك بين السماء والأرض كيوقفهم وكيسولوا: روح من هذه؟ روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان. المؤمن؟ نعم. بلاتي قبل ما تصعدوا به بلاتي نصليو عليه، فيصلي عليك الملائكة التي بين السماء والأرض قبل أن يصلي عليك الناس. اللهم لا تحرمنا من هذا الفضل يا رب العالمين. فيصعدون بروحه إلى السماء الأولى، فيطرق عليها: من؟ فيقال: روح فلان. يعرفونها لأنه كان مؤمنا، فتفتح السماء الأولى ويصلون إلى السماء الثانية: من؟ روح فلان. فتفتح، ثم الثالثة والرابعة، إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة. فيقول الملك: أعيد روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح. الأهل ديالك يكونوا غسلوك وكفنوك، فتعود الروح وهي على الناس، والناس يحملونك إلى القبر، فتقول: قدموني قدموني، يلا سربيو، علاش غادي نمشيو؟ سربيو. نعم والله الروح ستقول هذا. تصل إلى القبر، تدفن وتلحد، فيدعو لك أهلك، ثم يتركونك وحيدا. فيأتي الملكان: من ربك؟ وأنت مطمئن جدا، بل جاء في بعض الأحاديث أنه يهيأ له أن الشمس قربت أن تغرب وهو في القبر، والملكان يسألان وهو يقول: العصر سيضيع، دعوني أصلي العصر قبل أن يخرج وقته، اتركوني أصلي. فيقولون: ستصلي لكن أجب. فيقول: ربي الله ربي الله ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ نسأل الله أن يثبتنا عند السؤال. من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ألبسوه من الجنة.
افرشوا له قبره من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة، وسعوا له قبره مد بصره. الله أكبر. يأتيه رجل يلبس الأبيض، طيب المنظر، طيب الرائحة، جميل ومبتسم، مسرور كأنه يعرفك، فتسأل: من أنت؟ وجهك يبشر بالخير، فيجيب: أنا عملك الصالح، أنا التوحيد، أنا الإيمان، أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الزكاة، أنا الحجاب. فتقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. أما العبد الكافر، العبد المنافق، العبد الفاجر، العبد المجرم، الغارق في الربا والزنا والصلاة آخر شيء يفكر فيها، والله سيأتيك يوما ما، ستأتيك الموت ولو كنت في قعر بيتك، سيقف ملك الموت عند رأسك. أنت من أين أتيت؟ الباب كان مقفل. كيف؟ ومن أنت؟ أنا ملك الموت. ملك الموت؟ أين هم أصدقائي؟ عائلتي؟ يريد شخصا ينقذه منه. هل تريد المال؟ أنا عندي أموال ومنازل وسيارات. أي أموال وأي أصحاب؟ للأسف لن ينفعك اليوم لا مال ولا بنون. يقول العلماء: رؤيته لملك الموت وحدها مصيبة. العين شخصت، الأطراف ارتخت وبردت، الروح حشرجت، الوجه انتفخ. ما هذا؟ ينادي ملك الموت: يا أيتها الروح الخبيثة، يا أيتها الروح الخبيثة. نعم، كانت خبيثة، كان ظالم، كان يعبد ماله، إلهه هواه، لم يكن يؤمن بالله. يا أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق الروح في البدن خائفة، فينزعها ملك الموت نزعا تقطع كل عرق في بدنه، كأنه يخرج شوكا من صوف مبلول. تخيل الألم، وهذه البداية فقط، أنت لم تر شيئا بعد. فتخرج الروح، فتوضع في كفن من النار، ورائحتها أنتن رائحة على وجه الأرض، لا ملك يصلي عليها ولا سماء تفتح له. فيقول الملك: أعيد روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأهله يحملونه على النعش، فتصرخ الروح: أخروني أخروني، إلى أين تذهبون بي؟ إلى أين تذهبون بي؟ للحساب، إلى القبر، حيث ستكون لوحدك، لا زوجة ستدخل معك، ولا زوج، ولا ولد، ولا شركة، ولا سيارة، لوحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ينزل القبر، فيأتيه الملكان، صوتهم كالرعد: من ربك؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. والله لن يستطيع أن يقول ربي الله، لأنه لم يعش عليها، لم يستحضر الله في كل خطوة في الدنيا. ما دينك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. من الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. فيقول الملك: كذب عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ألبسوه من النار، وأفرشوا له قبره من النار، وأظلموا عليه قبره، وافتحوا له بابا إلى النار، وضيقوا عليه قبره حتى تختلف أضلعه،
ويأتيه رجل قبيح المنظر لا يستطيع أن ينظر إليه، نتن الرائحة، فيقول: من أنت؟ وجهك يبشر بالشر. فيجيب: أنا عملك السيء، كذب، نميمة، غيبة، ترك الصلاة، ظلم، تبرج، زنا، أغاني، مسلسلات. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. لو أن الله أسمعنا عذاب القبر ما كنا لندفن أحدا منا. تخيلوا أننا نحمل شخصا منا لندفنه، والله العظيم لن ندخل المقبرة ولن نأكل أو نشرب بعد سماع جزء صغير فقط من عذاب القبر. أحبائي، لا زلنا أحياء، القلب ينبض والروح لا زالت في الجسد. لديك الفرصة، والله رحيم، الله غفور، رحمته وسعت كل شيء. من منا سيرجع إلى الله توبة نصوح؟ كلنا نعرف الصح ونعرف الغلط، نعرف الخير ونعرف الشر، نعرف الهدى ونعرف الضلال. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفار الرحيم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واكشف عنا الكروب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يا أيتها الروح الطيبة، وثبتنا أثناء السؤال. أحبائي، ارجعوا إلى الله، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى التوبة، فالموت تأتي بغتة ليس لها موعد، لا نعرف متى ينتهي أجلنا. سيقف ملك الموت عند رأسك، سيقف ملك الموت عند رأسك. ممكن أن يقف عند رأسك وأنت تسوق السيارة، وأنت تطبخين في المطبخ، وأنت تشاهد مسلسلا أو أغاني أو أفلاما إباحية. ارجعوا إلى الله، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا. السلام عليكم.